السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي داليس حنان أسكال. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكون أحوالكم طيبة بإذن الله. عواشركم مبروكة، الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة وبرزق والتيسير يا رب. اليوم إن شاء الله غنوجدوا الوصفة ديال العسل. دائما قبل ما نوجدوا المعسلات ديالنا كنبغيو اننا نحضروا العسل قبل، يعني على اتساع باش نضمنوا النجاح ديالو. فاليوم ان شاء الله غادي نوجدوا العسل، وصفه اللي هي ناجحه من اول تجربه. بالنسبه لهذا العسل غادي نوجدوه ان شاء الله بدون طنجره الضغط، يعني بلا كوكوط، غنوجدوه غير في الطنجره العاديه. وكيف ما كتشوفوا كيجي ناجح معلك وكيجي ثقيل صالح لجميع المعسلات وحتى الاكل كيجينا لذيذ بزاف. بلا ما نزيد نطول عليكم، نخليكم على المكونات وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات غنحتاجو 4 كيلو ديال السكر سنيدة. هاد المرة غادي نعمل كمية اللي هي كبيرة شي شوية. كنت ديجا شاركت معكم 2 كيلو ديال السكر سنيدة. غنخليكم الرابط في صندوق الوصف. كيف ما قلت عندي هنا 4 كيلو ديال السكر سنيدة. ممكن تستعملوا الطوب، ممكن كذلك تستعملوا القالب، النتيجة راها وحدة. عندي هنا الدوائر ديال البرتقال والدوائر ديال الحامض. بالنسبه للبرتقال راه اختياري ماشي ضروري في العسل، لكن ضروري تعملوه هو الحامض. عندي 2 حامضات كبار شي شويه قطعتهم دوائر. عندي هنايا مسكه حره غادي نحتاج منها 4 الحبات صغارين. عندي 2 عويدات ديال القرفه، وعندي 4 الحبات ديال نجمه الباديان. بالنسبه للقرفه ونجمه الباديان هادو راه اختياريين ماشي ضروريين، ممكن تعملوا اي منسمات كتعجبكم. عندي هنايا الجليكوز، هذا هو السر باش يجينا العسل معلك اكثر وكيتلصق في المعسلات. فضروري كتعملوا واحد المعلقه كبيره عمره ديال الجليكوز. بالنسبه للماء غادي نحتاج 3 لتر ديال الماء. هنايا بالنسبه للطريقه كناخذ طنجره عاديه كيف ما كتشوفوا، غادي نوضع فيها 4 كيلو ديال السكر سنيده. ديجا قلت لكم ممكن تستعملوا الطوب، ممكن تعملوا كذلك القالب على حسب الرغبه ديالكم. من بعد ما كنوضع السكر سنيده كنضيف عليه 3 لتر ديال الماء، ومره مره كنحرك هذا السكر باش يبدا يذوب. بالنسبه لهاد 3 لتر ديال الماء راه نقصت منها، غادي تشوفوا دابا غنحيد منها نص كاس ديال الماء. وداك نص كاس د الماء غادي نخليه حتى الاخير ونضيفو، ما غاديش نضيفو دابا. هنا راه بقى لي هنايا نص كاس د الماء، هذا غادي نخليه جانبا، غنخليه من بعد. هنايا غادي نضيف على هاد السكر والماء غادي نضيف هاد لي طرونش ديال البرتقال والحامض، وغادي نضيف كذلك 2 عويدات ديال القرفه ونجمد الباديان. بالنسبه للمسكه حوره غادي نخليها حتى هي حتى الاخير وغادي نضيفها. يعني هنايا خليت نص كاس د الماء وخليت مسكه حره والجليكوز، هادو غادي نخليهم حتى الاخير حتى يطيب لي العسل، عاد غادي نضيفهم. هنا كنحرك هاد الماء والسكر والبرتقال والحامض والقرفه والنجمد الباديان، غنحرك هادشي كامل وغادي نديه الفوق العافيه. غادي في الاول غنجهد النار، من بعد غادي نقص وغادي نخليه هاد العسل يطيب على خاطرو. هاد العسل في الطنجره العاديه راه كياخذ وقت اللي هو طويل، هذا راه خدا لي تقريبا ساعتين، والحراره راه كانت ناقصه شي شويه. انا كيعجبني صراحه نعملو في هاد الطنجره العاديه، كنبقى خدامه في الكوزينه وانا راده له البال، مره كنحركو وكنشوف يعني فين اوصل. هنايا مره راه كنشوف ديك الطريفات ديال الحامض واش تبدل اللون ديالهم. ملي كيوصلوا لداك اللون اللي شفتو، يعني كيولي قهوي شي شويه، هنايا كنعرف العسل ديالي بلي راه بدا كيطيب. هنايا غادي نضيف عليه معلقه كبيره ديال الجليكوز. معلقه كبيره عامره راه كافيه، يعني ما تكثروش الجليكوز باش ما يجيكمش معلك اكثر من القياس. من بعد ما كنضيف ديك المعلقه ديال الجليكوز كنحرك مزيان. من بعد هنا كنضيف تقريبا واحد 4 الحبات صغارين ديال المسكه حره وكنعاود نحرك. هنايا العسل ديالي راه بدا يعني راه قرب يطيب. من بعد هنايا ملي كتبقى واحد 5 دقائق باش انني صافي نطفي عليه، كنضيف ديك نص كاس د الماء. لكن هاد نص كاس د الماء الا غادي تضيفوه يا اما غادي تطفيوه على العسل ديالكم، يا اما كتنقصوا الحراره باش ما يطلعش داك العسل الا خويتو الماء. فهنا كنت نقصت الحراره
ضفت ديك نص كاس د الماء، حركت. هنا غادي نزيد الحراره وغادي نخلي هاد العسل يزيد يغلي واحد 5 دقائق او 10 دقائق. المهم حتى تحسوا بداك العسل ديالكم راه وصل للمرحله اللي بغيتوها. هنا كنحيد هاد الحامض والبرتقال وديك المنسمات. وبطبيعه الحال راه العسل ديالكم كتعرفوه واجد. الا كان الحامض والبرتقال وصل لهاد يعني خداو هاد اللون هذا اللي هو بني، وديك الكشكوشه اللي كطلع من العسل راه كتولي بنيه شي شويه، ما كتبقاش بيضه. هنايا من بعد ما كيوجد العسل عندي صافي كنحيد يعني هادشي كامل وكنطفي العسل وكنخليه ليله كامله باش تعرفوا العسل ديالكم باللي راه نجح. هنايا راه النهار الثاني كنوريكم اللون ديال الحامض والبرتقال باش هنا غادي يبان لكم اكثر. والعسل ديالي من بعد ما كيبقى ليله كامله هذا هو القوام ديالو. وإلا حسيتوا مثلا بلي العسل ديالكم خفيف يعني باقي خفيف كتعاودوا ترجعوه لفوق النار، كتخليوه يغلي واحد 10 دقائق ربع ساعه حتى تحصلوا على القوام اللي بغيتو. كيف ما كتشوفوا راه العسل ناجح من اول تجربه. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه ونتمنى ان شاء الله تجربوا هذا العسل لانه ناجح. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم بحول الله وصفه جديده ان شاء الله. خليت لكم الراحه، في امان الله.